انا اتعلمت حاجات كتير جدا في المرة اللي رحت فيها العمرة، فتعالى اقول لكم عليها. تعرفوا ان في محظورات للعمرة؟ وبرضو لو حبينا نسأل حد علشان لو حصل لنا موقف غريب، زي مثلا ان احنا ناويين العمرة في حالة طهر وبعد كده حصل الحيض، نتصرف ازاي في وقتها؟ هنجاوب عن كل ده، وهنتكلم كمان عن السيدة هاجر ونشرح السعي. انتوا عارفين ان احنا كمعتمرين بنبقى شبه الحجاج في حاجات كتير. مثلا احنا التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، دي احنا بنقولها بمجرد ما بننوي، بنفضل بقى نلبي لحد ما بنشوف الكعب، وقتها بيكون لينا دعوة لا ترد. الأفضل إن الناس تقول يعني اللهم اجعلني مجاب الدعوة، علشان بعد كده أي دعوة يدعوها إن شاء الله تكون مستجابة. احنا كمان كمعتمرين بيقولوا لنا يا حاج ويا حاجة. يعني لما كنت هناك واحد من المنظمين في المطار قال لي اتبسطت من هنا، اتفضلي الحمد لله على السلامة يا حاجة. عايز اقول لك انا حاجه. المهم، بالنسبه لفكره الحيض، يا جماعه يا جماعه ما تتكسفوش. مفيش حد عنده برد بيتكسف يقول ان هو عنده برد. الحيض ده شبه البرد كده، لانه احنا هنعمل ايه؟ هو يعني امر ربنا. العمره في حاجات فيها محظوره ما ينفعش نعملها، وبيبقى لو عملناها في كفاره ليها. انا عرفت اصلا من الفيديوز اللي انا كنت بعمل ريسيرش فيها انه في ناس كانت بتعمل كل طقوس العمره بما فيها الطواف، والطواف ده ما ينفعش ابدا للحائض، كانوا بيعملوه لانهم بيتكسفوا يقولوا لعيلتهم ان هم في وقت الحيض. يعني انا لقيت ان في ناس عقد الجواز بتاعها بيبطل نتيجه لحاجات عملوها في العمره وهم ما يعرفوش. خلاص، فلازم تسالوا، لازم ما تتكسفوش. كان في رقم تليفون علشان لو كان عندنا استشاره دينيه او حاجه، فللاسف ما عرفتش اوصل منه لحاجه، ما عرفتش اكلم مع حد، ما عرفتش حتى ابعت واتساب مسج. فانا حاسه ان انا عملت حاجه غلط، يعني مش عارفه ايه هي. وكان بقى البديل عن كده، كان فعلا في شيوخ بيكونوا قاعدين في الحرم، ممكن نروح نسالهم. بس هي الفكره ان احنا لو هنروح نسال عن الحيض فهم بيبقوا عايزين تفاصيل، فانا ازاي هو هيبقى قاعد قدامي بيقول له على التفاصيل؟ فكان ليه ما فيش ستات قاعدين؟ خليني اقول لكم كده العمره عباره عن ايه بالظبط. العمره هي 4 خطوات، يعني بيزيكلي كده هي 4 خطوات: احرام، طواف، سعي، تحلل من الاحرام. خلاص، الاحرام ده اللي هو زي ايه؟ زي كده ما بنقول الله اكبر في الصلاه. احنا بنقول الله اكبر، من اول ما بنقول الله اكبر بنبقى احنا كده دخلنا في الصلاه، وما ينفعش بقى نتكلم مع الناس اللي حوالينا ولا نغمز لهم ولا نعلي صوت. المهم يعني، فهو الاحرام حاجه شبه كده. الاحرام بيكون هو ان احنا بننوي، بنقول لبيك اللهم عمره بصيغه معينه، ما ينفعش ما نستخدمش الصيغه دي. لان مثلا يعني لو جينا قلنا الدعاء ده ونوينا العمره واحنا في حاله طهر، وبعد كده لما جينا نعمل العمره فعليا حصل حيض، فوقتها هنتصرف ازاي؟ بنتصرف بقى على حسب احنا قلنا دعاء الاحرام ازاي. دعاء الاحرام بيفرق معانا، فهو مهم جدا ان انتوا تعرفوه وتقولوه بصيغه معينه. وكمان دعاء الإحرام بيتقال من أماكن معينة بيسموها الميقات. الأماكن دي محددة جدا، مثلا مكة مش ميقات، يعني ما ينفعش وأنا في مكة أقول لبيك اللهم عمرة وأنوي وابتدي إن أنا أعمل عمرة، ده ما ينفعش. لازم نخرج بره مكة ونروح مكان اسمه مسجد التنعيم أو مسجد السيدة عائشة، نقول دعاء الإحرام وبعد كده نرجع تاني. من أول ما بنحرم أو ما بنقول لبيك اللهم عمرة بصيغة الدعاء ده، فاحنا كده خلاص بقى في عندنا مجموعة من الحاجات ما ينفعش نعملها لحد ما نتحلل بقى من الإحرام. الحاجات اللي ما ينفعش نعملها دي اسمها محظورات الإحرام، كتير بقى ليها تفاصيل كتير. أنا مثلا إن احنا ما ينفعش نقص ضوافرنا، ما ينفعش نقص شعرنا، الجدال ما ينفعش يعني. فكل حاجة من المحظورات دي ليها كفارة وبتفرق، وممكن أصلا كفارة تكون في مكة وكفارة تانية، يعني مثلا الفدية لازم تبقى في مكة. في كفارة تانية زي الصيام، الصيام ده ممكن نصوم من أي حتة 3 أيام، بس ال3 أيام لازم يبقوا ورا بعض. حائض ممكن تعمل الإحرام ده، وكل محظورات الإحرام بتبقى مكملة معاها لحد ما تتحلل كده. الطواف ما ينفعش إن الحائض تطوف، برضه ليها أحكام، يعني برضه في ليها تفاصيل. ده في أصلا ناس قالت ما ينفعش إن احنا ندخل المسجد الحرام طول ما احنا عندنا الحيض، بس في اختلاف على الحكاية دي. في ناس قالت ينفع، في ناس قالت لا ما ينفعش. فأنا هحط لكم الرأيين وانتوا اختاروا منهم. الحاجة بقى التالتة اللي هي بتاعة السعي، احنا نقدر نسعى عادي بين الصفا والمروة واحنا عندنا الحيض. الحاجة بقى الأخيرة اللي هي التحلل من الإحرام، ودي مهمة جدا 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 يا جماعة. التحلل من الإحرام ده زي ما بنبقى بنصلي، فاحنا عشان نخلص الصلاة ونقوم لازم نسلم، نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هو ده التحلل من الإحرام، شبه كده خلاص.
فلو احنا ما عملناش التحلل احنا بنبقى كاننا لسه محرمين، واحنا خلصنا طواف وسعي وسافرنا بره مكه، يعني رحنا مصر مثلا رجعنا مصر تاني، محظورات الاحرام لسه مكمله معانا عشان احنا ما تحللناش. فمهم جدا ان احنا نتحلل من الاحرام. في السعي بين الصفا والمروه السيده هاجر بقى هتبقى يعني في الاجواء طول الوقت. في حته في السعي في المسعى، هي في حته بنهرول فيها يعني معلمينها من فوق بضوء لونه اخضر، دي الرجاله بتهرول فيها، الستات مش بتهرول. ليه؟ لان السيده هاجر هي كانت بتبقى ماشيه خلاص، وبتيجي في وقت كده هي مش شايفه سيدنا اسماعيل، فبتهرول في الحته دي علشان تلحق تشوفه مره تانية. فهي هرولت لكل نساء العالم بقى، يعني هي كل النساء مش بتهرول لانها خلاص هي قامت بالهروله دي. بس فاقروا اللينكات، افتكروا ان ما تتناقشوش مع حد حتى لو كنتوا صح، ربنا ياخد لنا حقنا في الوقت ده. وايه تاني؟ ربنا يتقبل ويوعدنا بالحاجه ان شاء الله.